انك ممكن تاكل حمام في الدايت وما تحرمش نفسك منه، عشان احنا مع بعض بنبني لايف ستايل ما فيهوش اي حرمان من اي حاجه نفسك فيها، المهم ناكلها بطريقه صحيه. الحمام مع انه كائن صغير بس مشكلته ان هو كائن دهني، واكتر الدهون بتبقى متجمعه تحت الجلد. وطبعا هسمع كلمه كتيره زي انت دكتور تغذيه وبتشجعنا على الدايت وتقول لي ينفع ناكل حمام في الدايت؟ طبعا ينفع ناكل حمام في الدايت. فانت لو شلت الجلد وشلت كل الدهون الزياده تقدر تاكل وتستمتع بالحمام عادي وانت بتعمل دايت. يا عم انا بحب الحمام محشي فريك، طبعا سهله. وكمان عاوز اقول لك ان الفريك هو احسن انواع النشويات المعقده، احسن من الرز واحسن من المكرونه واحسن كمان من البرغل. وبالنسبه لعمل الفريك، هتشوح بصلايه في طاسه من غير اي زيوت وتنزل عليها بكوبايه من الفريك المغسوله ومعاها كوبايتين ميه وشويه ملح وفلفل اسود وتوم بودره وحبهان، وتقلبهم كويس وتسيبهم على النار لمده ربع ساعه. وبعد ما يهدى عشان ما تلسعش نفسك احشي بالحماميه وانزل بالحماميه في ميه السليق. اهم حاجه واحنا بنسلقه نحط معاه حاجات عطريه، حبهان، ورق لوري، شويه توم باودر، شويه